ازيكم عاملين ايه؟ عندنا النهارده حكايتين اغرب من الخيال. فعلا هتخلي شعر راسكم يقف. بس قبل ما نبتدي ما ننساش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. ويلا بينا نشوف. حكايتنا بتتكلم عن سيد متجوز فاطمة وعنده 3 ولاد، وهو موجود في بلد الفيوم. تمام. وهو هناك في البيت بتاعه كان شاكك ان البيت بتاعه فيه آثار، وعشان كده ابتدى يحفر علشان خاطر يطلع الآثار دي. وطبعا ده منجم دهب بالنسبة له هيقدر ينفع العيلة كلها. وطبعا علشان خاطر يعرف يعمل الموضوع دوت كان لازم يجيب شيخ، وساعتها استعان بالشيخ غراب. الشيخ غراب طبعا قال له إن الحارس بتاع المقبرة دي عايز كبش فدا، أو عايز قرابين تتقدم له. طيب يا شيخ غراب، تفتكر مين؟ ساعتها قال للسيد إن لازم اللي يفتح المقبرة دي يكون حد من دمك. طبعا سيد من كتر الفقر من كتر العيشة اللي هو عايش فيها فكر فكر بجد صعب قوي. فكر ان هو يقدم حد من ولاده قرابين علشان يقدر يفتح المقبرة. متخيلين يقدم حد من ولاده قرابين عشان يفتح المقبرة؟ وفعلا سيد من كتر الجنون ومن كتر ما ان هو كان نفسه يبقى معاه فلوس كتير قوي، كان عنده ولد اسمه حسين. الولد ده كان عنده مشاكل في القلب وكان تعبان قوي. وساعتها جاب حسين وقال له انا عايزك تنزل تحفر معايا. فاطمه مراته قالت له انت واخد الولد ورايح بيه على فين؟ قال لها مالكيش دعوه انت، خليكي على جنب، انا عايز حسين، وحسين راجل وهيقف جنب ابوه. وحسين قال لها يا ماما في ايه المشكله، هساعده. وفعلا خد حسين ودخله للشيخ غراب. وبعد ما دخله للشيخ غراب، الشيخ غراب قال للولد انت اللي عليك العين، انت هتبقى سبب فرحه كبيره قوي للعيله دي. ساعتها مراته دخلت عليهم، قالت له انت ناوي تعمل ايه بالولد؟ قال لها مالكيش دعوه انت مش عارفه الولد ده هيبقى كنز بالنسبه لنا ازاي، والولد ده بسببه احنا هنعيش عاملين ازاي. والولد يا عيني غلبان وما يعرفش اي حاجه. وساعتها ابوه قال للولد كلام صعب قوي، بيقول له انت بسببك اخوك هيحترف ويلعب كوره بره، واختك هتكمل تعليمها وهتبقى دكتوره قد الدنيا. فالولد بكل براءه قال له طب وانا؟ رد عليه وقال له انت مفتاح الفرج للعيله دي، انت مفتاح الكنز والخير اللي هيعم على العيله دي كلها. وساعتها الشيخ غراب قال للولد ده انت لازم تقول الكلام اللي انا اقوله لك ورايا ولازم يكون عن رضا. وفي الوقت ده حصلت حاجه غريبه قوي. فاطمه وصوتت بصوت عالي جدا، وسيد علشان خاطر يعرف يسكت مراته قتلها. وده القصه بتاعت مسلسل ساعة وتاريخه. لكن الأحداث الحقيقية كانت غير كده خالص. الحقيقية كانت سنة 2017، وفعلا حصل الموضوع دوت. بس للأسف هو فعلا قتل ابنه، وكان بيبتدي يمارس أمور شعوذة وأمور غريبة لغاية ما قتل ابنه. ومراته راحت وقدمت بلاغ إن ابنها مات موتة مش طبيعية، وإن جوزها كان بيدور على آثار. وفعلا الحكومة لما جريت ورا الموضوع اكتشفت فعلا إن اللي قتل الولد ده هو أبوه. متخيلين بشاعة المنظر عامل إزاي؟ متخيلين الفلوس بتعمل ناس إزاي؟ وإحساس إن هم عايزين يبقى عندهم ملايين، والفقر وخط الفقر اللي هم عايشين فيه، لدرجة إن هو عايز يضحي بعيل من عياله علشان خاطر حاجة زي كده. دي كانت أول قصة عندنا. استنوا معايا عشان تعرفوا القصة التانية. القصة التانية اللي أنا عايز أكلمكم عنها باسم التفاحة، وهتفهموا ليه التفاحة وإحنا بنتكلم مع بعض. القصة دي بتحكي عن ممرض اسمه عم سمير، موجود في محافظة من المحافظات، وهو ممرض كبير في السن، بس كل الناس بتحبه عشان هو طيب وغلبان. وفي ولدين من المنطقة دول شياطين، بيسرقوا وبيعملوا جرائم كتير قوي، بس هم أصحاب قوي، رحيم وزازة. وبيروحوا لعم سمير عشان خاطر كان في خناقة ما بينهم. ليه؟ علشان هم سرقوا موبايل، والموبايل ده لما باعوه رحيم ما اداش فلوسه
لزازا، يعني أكل حقه بمعنى أصح. فعم سمير قعد معاهم عشان خاطر يتكلم معاهم، وهو قاعد بيتكلم معاهم بنكتشف إن زازا كان عايز الفلوس دي علشان عنده أخ اسمه بندق غايب بقاله أسبوع وما يعرفش راح فين، وأمه هتتجنن عليه وعايز يعرف بندق راح فين. ساعتها عم سمير قال له يعني أنت هتدور على أخوك بفلوس حرامة؟ قال له هو اللي لقيته عم سمير هعمل إيه؟ عم سمير لما قام عشان خاطر يعمل لهم الأكل، زازا ورحيم فكروا إن هم يدوروا على أي حاجة في العيادة يسرقوها. وفي نفس الوقت اكتشف زازا إن عم سمير معاه موبايل آيفون، وموبايل من الغالي، ففكر إن هو يسرق منه الموبايل ده علشان خاطر بفلوسه يعرف يدور على أخوه. وفعلا عم سمير عمل الأكل، ورحيم خد بعضه ونزل، وزازا قعد بيتكلم مع عم سمير وبياكل معاه. وبعد ما خلص أكل قام خد المشرط، وقف قدام عم سمير وقال له عم سمير أنا عايز الموبايل بتاعك عشان أرجع أخويا. ساعتها عم سمير قال له ارمي اللي في إيدك ده، مش هتعرف تعمل حاجة. ساعتها زازا ابتدى يحس بإحساس غريب قوي، ابتدى يحس إنه دايخ. فساعتها قال له عم سمير هو أنت عملت فيا إيه؟ قال له هتفهم بعدين. وفعلا زازا بيقع من طوله، بس بيبقى لسه فايق شوية. بنكتشف بعد كده إن عم سمير الراجل الغلبان ده دخل أوضة وخد معاه زازا وحطه على السرير وكتفه، وقدامه شاشة كمبيوتر، وفي حد من شاشة الكمبيوتر دي بيتكلم مع عم سمير وبيقول له ها هتنفذ اللي احنا عايزينه يا سمير؟ قال له اه، بس انا عايز زودوا لي الفلوس شوية. فساعتها الراجل قال له ما بلاش طمع. قال له لا، ما انا عرفت بقى موضوع الدارك ويب بقى، وان انتوا بتبيعوا الفيديوهات ديت وبتعملوا بيها ايه. قال له طب خلاص، بس المرة دي الموضوع مختلف شوية، مش زي المرة اللي فاتت. قال لهم يعني ايه؟ قالوا لي يعني المرة دي عايزينك تبتدي تقطّع فيه وهو حي. هتقدر تعمل كده؟ هتدفعه كويس؟ أنا ما عنديش مشكلة. مين بقى اللي كان فايق؟ زازا. زازا قدر إن هو يفُك نَفْسه ويقوم يضرب عم سمير، وساعتها بقى حصلت الحاجة اللي ما حدش يتوقعها. زازا راح مسك وراح رابط عم سمير في نَفْس السرير. ساعتها الصوت اللي من الكمبيوتر ده ابتدى يتكلم مع زازا، قال له باقول لك إيه، مش عايز تعرف أخوك بندق راح فين؟ زازا قال له أخويا بندق؟ أنت تعرف أخويا بندق منين؟ قال له ما هو أخوك بندق عم سمير عمل فيه اللي كان عايز يعمله فيك. زازا قال له إيه؟ يعني إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. قال له استنى أوريك. ساعتها الراجل ده عرض فيديو لزازا وعم سمير مخدر أخوه وبيقطع جسمه. زازا اتجنن وما بقاش فاهم إيه اللي بيحصل، وقال له عم سمير أنت بتعمل كده في أخويا بندق؟ إحنا بنعتبرك زي أبونا. قال له يا ابني اسمع الكلام، ما تسمعش كلام الراجل اللي بيكلمك من على الكمبيوتر دوت. الراجل ده بقى راح قايل لزازا، قال له بقول لك ايه، انا ممكن ادي لك ضعف اللي كنت هديه لعم سمير لو عرفت تعمل اللي انا طلبته من عم سمير تعمله فيه وهو عايش. ساعتها زازا كان بين البنين مش عارف يعمل ايه، عايز ياخد حق اخوه وفي نفس الوقت ده هيقتل واحد ويشرحه وهو حي، موضوع صعب قوي عليه. وفعلا الراجل ده خد رقم تليفون زازا وبعت له ايه، عربون، وقال له لو كملت هبعت لك بقيه المبلغ. بس قبل ما زازا يعمل اي حاجه، والدته اتصلت بيه على التليفون وقال لها انت ما تعرفيش عم سمير ده عمل ايه في بندق؟ انا عرفت بندق حصل له ايه. قالت له تاخد حق اخوك بس وانت عايش معاه. هستفاد ايه لما انت تاخد حق اخوك وانت تبقى في السجن؟ كنت ساعتها هعمل ايه؟ القصه اللي انا بكلمكم عنها دي القصه اللي بيتكلم عنها المسلسل. بس تعالوا بقى نتكلم عن القصه الحقيقيه، وهي قصه الدارك ويب. الدارك ويب ده ابتدينا نسمع عنه الفترة اللي فاتت كتير قوي، والقصة دي فعلا حصلت هنا وحصلت في شبرا خيمة، حصلت مع طفل صغير. واللي عمل الموضوع ده كان قهوجي، كان عنده 45 سنة. تخيلوا مين شريكه التاني اللي كان طالب إن يجيب طفل ويمثل بجثته قدام الكاميرات. طفل عنده 15 سنة، وعارفين كان هيبيع الفيديو بكام؟ ب5 مليون جنيه. القضية دي لغاية دلوقتي موجودة في المحاكم ولسه ما اتحكمش فيها. متخيلين بشاعة اللي احنا عايشين فيه وبشاعة المواقف اللي احنا بقينا بنمر بيها؟ فعلا احنا بقينا في وقت صعب قوي ومحدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. بس كده، يا رب ما كنتش طولت عليكم. القصتين اللي انا اتكلمت عنهم هو مسلسل ساعته وتاريخه، ودي كانت الحلقة الخامسة. والحلقة السادسة، الحلقة الخامسة كانت بعنوان راجل العيلة، يا ريت تتفرجوا عليها هتعجبكم جدا. والحلقة السادسة كانت باسم التفاحة، واحنا عرفنا ليه باسم التفاحة. أبطال الحلقة الخامسة كان خالد كمال
وأبطال الحلقة السادسة كان سليمان عيد، وطبعًا زي ما إحنا عارفين كان معاهم أبطال برنامج كاستنج اللي أنا اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات. يا رب ما كنتش طوّلت عليكم، ما تنسوش تتابعوني وتفعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.